لازم تفهم ان مفيش حاجة بتوصلك للنقطة الأعلى في حياتك غير ان انت لازم تعدي بدرجات من المعاناة. بمعنى ان انت دايما لما بتبص على نجاح حد انت بتبص على النجاح اللي بيلمع قدامك، بتبص على القصة اللي بتبرق قدامك، بتبص على القصة اللي انت كل شوية تشوفها تقول والله لا انا نفسي ابقى زي ده، انا نفسي يبقى جسمي عامل زي مش عارف مين، انا نفسي ابقى عندي فلوس زي فلان، انا نفسي ابقى مشهور زي علان، انا نفسي اعمل زي ترتان زي فلتكان. انت بتقعد تبص على النقطة الايجابية وفي نفس الوقت بتنسى النقط السلبية اللي عدت قدامك اساسا. وايه هي النقط السلبية؟ ابرز النقط السلبية دي هو ان في كتير من العقبات والمشاكل والايام المكررة اللي الشخص ده بيعدي عليها اللي انت ما بتاخدش بالك منها اساسا. بمعنى مشكلة النجاح او معضلة النجاح في الحياة عموما هي انها مسألة مركبة. يعني انت عارف فعلا في بوست كان بينزل على السوشيال ميديا يقول لك ايه، عافر وبتاع مش عارف ايه يا ربي، عافر وبتاع اتعب نفسك والحاجات دي، اشتغل وكده. انت عارف ان فعلا نصايح النجاح هي بهذه الدرجة من البساطة. يعني انت لو عندك اصرار، استمرارية، عزيمة، ارادة، روح، قوة، قدرة على التحمل، فانت تقدر ان انت تنجح. دول 7 كلمات، بس ال7 كلمات زي ما بيقولوا اخواننا الفرنجة يعني easier said than done، اللي هو انا اسهل ان انا اقولهم من ان انا اعملهم. وعلى فكرة هو ده عيب النجاح في الدنيا، ان انت انك تقول لحد ينجح ازاي سهل. على فكرة سهل، القوالة في النجاح سهلة. وده السبب ان النجاح في اي شيء عامة مش لاي حد، يعني ما في اي مجال، سواء كان مجال علمي، مجال ترفيهي، مجال فني، مجال ادبي، مجال ديني، سياسي، whatever، النجاح يبدو اسهل، يعني يبدو اسهل كقول من انك تعمله. زي ما بيقولوا كده في 7 صباحا كنا انا وانت لا نحمل هما. وهي حقيقة احنا لما بنقارن همومنا الحالية بهمومنا الماضية احنا بنحس ان الامور كانت اسهل بكتير. عارف احلى حاجة في ايام الطفولة او في ايام المدرسة او في ايام اخر ايام الجامعة ما كانتش فكرة اللي هو المذاكرة بقى والحصص والفصول وبتاع، او ما كانتش فكرة ان احنا بقى صغيرين فنقدر نجري ونعمل وكده. هي كانت فكرة ان احنا مش شايلين مسؤولية بنفس الشكل اللي احنا شايلينه دلوقتي. ما عندناش الاحساس بتاع ان احنا مطالبين ان احنا نعمل حاجات الغرض منها ان هي ان ما رفعتناش درجة تبقينا على